بالنسبة للبروفين شراب، فالبروفين بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الإيبوبروفين، ودي بتنزل بتركيز 100 مللي جرام لكل 5 مللي، والمادة دي بتنتمي لعيلة النون سترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، ودي مجموعة من الأدوية ليها تأثير مسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. طيب إيه هي بقى دواعي استعمال البروفين شراب؟ أو إيه هي استخدامات البروفين شراب؟ أول حاجة بيستخدم كمسكن لآلام الأسنان الناتج عن الإصابة بالالتهابات. كمان البروفين بيستخدم كمسكن لآلام العظام والمفاصل، وبرضه بيستخدم كخافض للحرارة وبينزل السخونية عند الأطفال. كمان نقدر نستخدم البروفين لعلاج الصداع. كمان ليه دور فعال في التخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، وبرضه نقدر نستخدمه كمسكن للألم بعد العمليات الجراحية. طيب قول لنا بقى إيه هي الآثار الجانبية للبروفين شراب؟ أو إيه هي أضراره؟ البروفين شراب ممكن يسبب شعور بالغثيان والقيء والانتفاخ، بالإضافة إلى إنه ممكن يسبب عسر في الهضم. كمان ممكن يسبب طفح جلدي في حالة إن الطفل عنده حساسية من مكونات الدواء، وفي الحالة دي لازم يوقف الدواء. وبرضه ممكن يسبب مغص وإسهال لبعض الأطفال. وخد بالك إن الأعراض دي ممكن تظهر وممكن ما يظهرش منها حاجة أصلا. وخد بالك إن الطفل لو نزل قيء فيه دم أو نزل براز لونه أسود، ففي الحالة دي لازم يوقف الدواء ده فورا ويرجع للطبيب المعالج. طيب إيه هي بقى جرعة البروفين شراب بالنسبة للأطفال والرضع؟ بالنسبة للرضع من عمر 3 شهور إلى 5 شهور، فالجرعة بتكون 2.5 مللي كل 8 ساعات يوميا. أما بالنسبة للرضع من سن 6 شهور إلى سن 11 شهر، فالجرعة بتكون 2.5 مللي كل 8 إلى 6 ساعات يوميا. والأطفال من عمر سنة إلى عمر 3 سنين فبياخدوا 5 مللي كل 8 ساعات يوميا. أما بالنسبة للأطفال من عمر 4 سنين إلى عمر 6 سنين فبياخدوا 7.5 مللي كل 8 ساعات يوميا. وبالنسبة للأطفال من عمر 7 سنين إلى عمر 10 سنين فبياخدوا 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. والبروفين شراب بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 21 جنيه للإزازة الواحدة. وخد بالك إن البروفين ليه بدايل كتيرة بنفس المادة الفعالة، زي السيتافين إن والكونتا فيفر إن والميجافين إن وحاجات تانية كتيرة غيرهم.